تحليل سهم المصرية للاتصالات في 60 ثانية. السهم زي ما حضراتكم شايفين كده داخل دلوقتي في المدى المتوسط أو المدى القصير على قناة سعرية هابطة، فقدامنا شراء من منطقتين. المنطقة الأولى إن إحنا نستنى السهم ينزل لحد المنطقة المتحددة عندنا هنا، وناخد السهم لحد فوق. المنطقة المتحددة دي عندنا هتكون ما بين 88 جنيه فاصلة 8 لحد 87 جنيه فاصلة 2، ومن هنا المكسب بيكون حوالي 28% أو 27%، وأنت ممكن تحط وقف الخسارة بتاعك أسفل المنطقة دي عند سعر 87 جنيه فاصلة 3. ده أول منطقة. تاني حاجة إن إحنا نستنى اختراق القناة السعرية دي لفوق، وبعد الاختراق لفوق ممكن نرجع ناخد عند إعادة الاختبار للمنطقة أو للقناة السعرية دي الشراء عندنا لحد فوق، وهيكون هنا الهدف عندنا أو المكسب أصغر شوية ولكن أضمن، وهو هيكون حوالي 20%. في سيناريو تالت اللي ممكن يحصل، وده سيناريو مستبعد خالص، هو سيناريو إن أنا عندي السهم يهبط ويكسر القاعين اللي اتكونت هنا، القاعين اللي اتكونوا هنا، وينزل لحد المنطقة دي، منطقة الشراء اللي موجودة عند سعر 70 جنيه أو 71 جنيه، ومن هنا ممكن نشوف فرصة شرائية استثمارية لحد الهدف اللي فوق. ولكن على المدى القصير أو المدى القريب احنا ممكن نستنى لحد اختراق القناة السعرية أضمن، أو نزول اختبار المنطقة اللي متحددة تحت اللي اتكلمنا عليها عند حوالي السعر 88 جنيه فاصلة 8.